بهدف تنظيم دوام الموظفين في الدخول والخروج ومنع حدوث أي خروقات أمنية، تم اعتماد نظام الدوام الإلكتروني في مصفى الدورة. تجربته هي الأولى من نوعها في العراق، وفي حال نجحت فسيتم تعميمها على جميع دوائر الدولة. حرصا على النظام الوظيفي والجدية في الأداء، فقد اقتضت الضرورة لدى مصفى الدورة أحد الدوائر التابعة لوزارة النفط نصب بوابات إلكترونية مجهزة بأحدث التقنيات بهدف متابعة انضباط الموظفين في الدوام وانسيابية العمل والحد من ظاهرة التسرب الوظيفي. من خلال الحاسب الإلكتروني سيتم اعتماد احتساب الرواتب، إجازات المرضية، الغياب. هي أداة هذا المشروع بوابات يعتبر أداة من أدوات الإدارة للسيطرة على الكادر، وخاصة وأن شركة مصافي الوسط وخاصة مصفى الدورة. عمل الأجهزة لا يقتصر على مراقبة انتظام الدوام فحسب، فثمة ميزات أمنية أخرى تمنع دخول وخروج الأشخاص غير المنتسبين لهذه الدائرة عبر هوية تعريفية خاصة. لأنه النظام هو أمريكي ويعتبر من أغلى الأنظمة وأجود الأنظمة الموجودة في السوق العالمية والسوق المحلية بالعراق، فكلفة المشروع تجاوزت ال 580 مليون دينار عراقي. طبعا هذا كلفة المشروع هي تعتبر قيمتها قليلة لما راح ينجز المشروع، وفي مساعدة الدولة، مساعدة ديوان الرقابة المالية، مساعدة وزارة المالية في إعطاء رواتب. يعني ما بي مجال تسيب أو تلاعب، هو الموظف نفسه يجي يعني يدق كارته ونفسه يسجل حضور ونفسه اللي يطلع، يعني الكارت ما يتكرر، الموظف واحد وآي دي واحد، يعني تعريف الشخص واحد. وقد بلغت كلفة المشروع 500 مليون دينار، واستغرق العمل في هذه البوابات ما يقارب 4 أشهر. تجربة ربما ستعمم في العديد من الدوائر الحكومية إن أثبتت فعلا نجاحها مستقبلا. قيس المرشد، العراقية، بغداد.